بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضانكم كريم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يوفقنا لمزيد من الاستثمارات في الطاعات والقربات والباقيات الصالحات فيما بقي من أيام هذا الشهر الكريم. أكيد أخي محمد صالح، والمدرسة الصيام مدرسة نتعلم منها الكثير، ومن الدروس الكبرى التي نتعلمها ما له علاقة مباشرة بالنفس. والنفس كما يعلم الجميع خلقها خالقها، وقال في آية القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بعد ذلك تأتي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا شك أن من زكى النفس كان الفلاح له نصيبه. ومن ضيع نفسه خاب وخسر وندم في الدنيا وفي الآخرة. وهذه النفس لابد أن نقف عندها وقفة. سألني شخص منذ 3 أيام تقريبا عن علم النفس، يعني فطبعا الجواب علم النفس حاجة مليحة، علم كسائر العلوم، من العلوم القائمة، ولكن لابد أن نقرأ علم النفس وفق ديننا وفلسفتنا وحضارتنا وأفكارنا وثقافتنا. يعني هذا من العلوم التي لا يتوسع فيها. نعم، بارك الله فيك. لو أتينا بالنظريات الغربية الإيطالية الأمريكية الألمانية إلى آخره ونطبقها على الشعب المسلم مثلا، يعني خطأ، سنجد الحرج شديد. لذلك هذا العلم من العلوم الطيبة جدا المطلوبة الآن، لأن النفس الآن تتعرض لألوان من الدمار، لألوان من العدوان، لألوان من السقوط. نعم. لذلك نحتاج فعلا إلى تزكية، والحياة معقدة، وبتعقد الحياة والحياة المعقدة أفرزت جملة من الهموم، جملة من المشكلات والعقبات التي لم تكن عند أجدادنا مثلا، أليس كذلك؟ نعم. لذلك كلما تعقدت الحياة تعقدت حتى الأمراض الناجمة عنها، ونحتاج فعلا إلى علم نفس، ولكن ينطلق من هذه المنطلقات. ويكفي أن نذكر هذه الآية مثلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. نبينا صلى الله عليه وسلم من وظائفه في رسالته الكبرى تزكية النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كاين تعليم، نعم. تعليم ينصرف إلى الرؤوس، وكاين تزكية تنصرف إلى النفوس. إذا عودنا إلى التاريخ في بداية الخلق، أول جريمة وقعت بسبب النفس. نعم. معنى النفس قدر توصل الإنسان إلى ارتكاب الجرائم، إلى ارتكاب الحماقات، إلى ارتكاب ألوان من لم يحقق لها رغبتها. نعم. لم يحقق لها رغبتها. طبعا الإشارة إلى قصة قابيل وهابيل. نعم. ابني آدم كما يروي فطوعت له نفسه قتل أخيه هذا الشاهد في فقتله. الآية. سبحان الله. يعني مباشرة القرآن الكريم دار تشخيص مباشر، بين سبب الخلل، أين الخلل، منطلق الجريمة، وكانت أول جريمة ترتكب فوق الأرض. لذلك هذا قابيل سن الجريمة، والآن الجرائم ترتكب بشكل فظيع للأسف الشديد. فطوعت له نفسه قتل أخيه، مش قتل عدوه. يعني شوف القرآن كيف يحكي هذا الأمر، قال قتل أخيه فقتله. ولكن هابيل اللي عنده نفس مهذبة كان له موقف آخر. قال: إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ما قالوش أنا خايف منك، ولا قال: إني أخاف الله رب العالمين. قصة إخوة يوسف أيضا حينما رجعوا في المساء وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وبعدين واش قالوا في الأخير؟ قال الوالد، قال يعقوب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إذن نحن في حاجة ماسة إلى تزكية النفوس.
ونستثمر هذا الشهر المبارك، هذه المدرسة العظيمة، هذه المدرسة الجليلة، مدرسة الصيام، لنتعلم كيف نزكي أنفسنا. فبصيامنا وبصيامنا إيمان واحتساب كما ورد في الأحاديث الكثيرة، وباحترام آداب الصيام ومقومات الصيام وقواعد الصيام، يقينا النفوس ستزكى وتتزكى. لذلك مدرسة الصيام مدرسة جليلة جدا، تربي أنفسنا على الطاعات والتخلص من المألوفات ومن العادات السيئة، وتربي أنفسنا أيضا على اكتساب العادات الحسنة، وما يرفعنا ولا يضعنا، وما يعزنا ولا يذلنا. هذه هي النفس البشرية قال عنها الإمام البوصيري في بردته: وخالف النفس والشيطان واعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. إذن ربي جاب هذه الآيات بعد قسم تقريبا الآية التاسعة كي قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شهر رمضان مدرسة جليلة لابد أن تستثمر في تزكية النفوس.